من سيتوج ببطولة أندونيسيا الكروية الودية؟ منتخب سوريا أم منتخب الأردن؟ وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟ ترقب عشاق منتخب سوريا المباراة الأخيرة لمنتخب سوريا في بطولة أندونيسيا الكروية الودية، وستقام غدا الخميس الساعة 13 ظهرا بتوقيت دمشق. بالنسبة للقناة ناقل المباراة، سيتم نقل المباراة على قناة اندوسيار تيفي المحلية، بالإضافة إلى تطبيق فيديو الإلكتروني. منتخب سوريا في هذه البطولة الاستعدادية لبطولة كأس آسيا للشباب التي ستقام في الصين شهر شباط المقبل، فاز على منتخب هند ب6 أهداف مقابل هدف واحد. سجل هداف منتخب سوريا إلى الآن في البطولة أنس دهان، سجل هدفين، أيضا همام محمود هدفين، فيما سجل مجد رمضان وحسن محمود هدف واحد منهما. ثم لعب أيضا منتخب سوريا أمام منتخب أندونيسيا على أرضه، وتمكن منتخب سوريا من الفوز على منتخب أندونيسيا على أرضه وبين جماهيره بهدفين مقابل لا شيء. الهدف الأول جاء من رأسية رائعة من مجد رمضان بعد كرة عرضية متقنة من خالد الحموش. الهدف الثاني جاء من ركلة حرة مباشرة رائعة بتوقيع أنس الدهان. فيما فاز منتخب الأردن على منتخب الهند ب5 أهداف مقابل لا شيء، كذلك تمكن الفوز على منتخب اندونيسيا بهدف مقابل لا شيء. بالتالي يتساوى منتخب سوريا مع منتخب الأردن بعدد النقاط، كما يتفوق منتخب سوريا على منتخب الأردن بفارق الأهداف، وبالتالي مباراة الغد يكفي لمنتخب سوريا التعادل فيها ليتوج ببطولة اندونيسيا الكروية الودية، أو طبعا إن فاز بالمباراة. قوته الضاربة المتمثلة بالثلاثي أنس دهان هداف منتخب سوريا برصيد 3 أهداف في هذه الدورة، على أيضا همام محمود الذي يلعب في الدوري الألماني ويسجل هدفين، ذلك أيضا يعتمد على مجد رمضان الذي سجل هدفين ويلعب في الدوري السلوفاكي. ثلاثي الهجوم السوري يتميزون بالسرعة، المراوغة، التسديد، بالمهارة. طبعا فوز منتخب سوريا غدا على الأردن وتتويجه ببطولة دورة أندونيسيا الكروية الودية سيعطي حافز للاعبين لمباراتهم الأولى أمام منتخب كوريا الجنوبية في 14 من شهر شباط المقبل. بالتأكيد مشاركة منتخب سوريا في هذه الدورة أعطت الكادر الفني لمنتخب سوريا للشباب بإشراف الكابتن محمد القويد الفرصة لتجريب أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم وخلق الانسجام بينهم. كما ساهمت دورة أندونيسيا الكروية وقبلها معسكر منتخب سوريا الشباب في قطر في تعزيز الجانب البدني، في تعزيز الجوانب الفنية للمنتخب. كل التوفيق لمنتخب سوريا الشباب في مباراته غدا أمام الأردن قبل مشاركته في الاستحقاق الآسيوي القادم.